الجريد الاحمر يعني يسلق، تقول واحد يسعد عن نخبه، من نخبه لنخبه، من نخبه لنخبه. الثانيه وبعد الجريد الاحمر، الجريد الاحمر ما خلى عندنا، لا خلى خضره، لا خلى حديقه، لا خلى كل شيء. حتى هذا التمر هسه الزغار قاعد ياكله، مو جريد الاولي احمر يختلف، ما خلى كل شيء، ما خلى هذا بالحدايق. هاي سونه تبلش بالنخله تفتكها فتك الى ان بالجماره وتنزل وياها للاصل. الحمضيات يعني قاعد تصاب اكثر شيء بالفطريات. فطريات ليش؟ لان سبب التصحر ماكو يعني تروح القاع ماكو ماي، انه حتى البير من قاعد نحفره 6 امتار 7 امتار يعني قاعد يطلع ماي، يعني هو اللي يحركها، يعني ما ينفعها. طلعت لنا اول هسه الفار انتقر عندنا، هسه الفار الفئران. انا صاحب مزرعه عنده مثل المحصول الصيفي اللي هو الشلب العنبر، فانا يوميا حاط له مكان. عناكب تسبب ضرر باشجار التين اللي هي اشجار الفاكهه، التين واشجار التوت اللي احنا نسميه بعاميه التكي. هاي كلها سببتها مضار الجفاف، الجفاف الان موجود هنا عندنا بقضاء المشخاب وبدا يفتك بهاي النباتات. هاي العناكب تبدا الاناث بوضع البيوض بدايه شهر السادس على ثمار النخيل، وبالتالي هاي تبدا عند فقس البيوض تبدا بامتصاص العصاره، وبالتالي تلف المحصول. تصل لنا اتصالات كثيره وعديده من اصحاب البساتين لمعالجه بساتينهم. احنا هاي الفتره قلت لك اللي هي شهر السادس على مرحلتين، المرحله الاولى تتبعها المرحله الثانيه بعد 7 ايام، ايضا نبدا بالرشه الثانيه. الرشه الاولى اللي هو نستخدم مبيد سوبر امكتين، وهذا المبيد هو اللي خاص بضرب العناكب